ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اول تعليق من كابتن رضا عبد العال على مباراة الاهلي وانبي، انا مستني اسمعه اقسم بالله. الاهلي النهارده عامل ماتش حلو. عماد نحاس، يعني تحس كده ان اللعيبه طالعه من خنقه، تحس ان اللعيبه جايه من بعيد قوي. في يعني فاهمني، في خنقه موجوده، في خنقه موجوده بنحاول نتخلص منها يعني. النادي الاهلي يعني الى حد ما ماسك كرة بشكل كويس، عامل هجوم جبار وكاسح على انبي. قدرنا ان احنا نسجل هدف اول عن طريق محمود حسن تريزيجيه. الحمد لله النحس اتفك يعني، الحمد لله. الشناوي خد طرد واتلغى. مستني اسمع برضو كابتن رضا عبد العال على الطرد ده، اشوف ايه رايه في الطرد ده. هل كان مستحق يعني ولا لا؟ هو الحمد لله ان هو اتلغى يعني، ولكن النادي الاهلي الى حد ما نقدر نقول كويس، بس مش هو الاهلي اللي احنا عايزينه، مش هو الاهلي اللي احنا مستنيينه، مش هو ده الاهلي اللي احنا مستنيينه. احنا مستنيين الاهلي من قبل ما الدوري ما يبدا، من قبل ما الموسم ما يبدا، واحنا في دماغنا بقى الصفقات الجديده. قلنا الاهلي هياكل الاخضر واليابس، ولكن ده ما حصلش للاسف. مش فاهم ليه، مش عارف ليه. المشكله كانت في المدرب. مشينا المدرب عماد النحاس، لسه يعني تحس كان برضو الخنقه لسه موجوده يعني. انا ريبيرو اثر على اللعيبه بشكل كبير، مش فاهم ليه يعني. ولله الحمد يعني. انا شايف فرقتي اقل لاعب فيهم يشيل فرقه، اقل لاعب في الاهلي حاليا يشيل فرقه لوحده، صح؟ فانتوا اساسا يا جماعه انتوا مش محتاجين مدرب اصلا. يعني انت شايف حتى الميس باص، ميس باص بطريقه عبيطه، بطريقه غبيه، كانهم لسه يعني محتاجين يتعلموا اساسيات الكوره. والله العظيم دي مشكله عندنا في مصر عامه، ولكن في الاهلي واضحه قوي وظاهره قوي. موضوع الميس باص ده يا جماعه في الاهلي مش فاهم في ايه. احنا جايبين لعيبه على اعلى مستوى، عندنا في الاهلي لعيبه على اعلى مستوى، فالمفروض بقى نشوف اداء. المفروض بقى على الاقل يا عم ماشي، مدرب زفت، تاكتس زفت خرا على دماغه ودماغ اللي جايبينه، ماشي. بس انت ما تفقدش اساسيات الكوره. انت كلاعب ما تفقدش اساسيات الكوره. معقول اللاعب نساك الكوره؟ البتاع ده المدرب نساك الكوره؟ معقوله؟ دي معقوله؟ انت ممكن تكون حصلت يعني. الماتش مش اللي هو احسن حاجه يعني. انا شايف كده الماتش هو مش اللي هو احسن حاجه خالص يعني. الاهلي بيهاجم عامل ضغط على اندي، الكلام ده كله قبل الجول. بعد الجول مش فاهم، في تراجع. وبعد اصابه زيزو كمان، الف مليون سلامه يا زيزو. من اللعيبه الرجاله، من الصفقات اللي عجبتني جدا يعني، او اللي نورت بدري قوي في الاهلي. راجل بيقدم يعني كل اللي يقدر يعمله يعني، بيحاول وبيحارب على قد ما يقدر يعني. مستني اشوف امام عاشور النهارده، لان احنا محتاجين فعلا امام عاشور يرجع. من ساعه ما الراجل مشي ويدينا بايظ عندنا خالص. زائد بقى والاهم، يا جماعه متنسوش ان احنا بدون رئيس نادي. الاهلي، الاهلي شوط الاول خالص الحمد لله. الاهلي، الاهلي المعروف عنه دايما استقرار اداري ودنيا وبتاع. ايه اللي حصل؟ ايه الدربكه اللي حصلت دي؟ هنعمل لها فيديو لوحديها، لان موضوع طويل، طويل قوي يعني. الخطيب، معقول الخطيب كلام حسام غالي هو اللي مشاه؟ يعني ده كلام يعقل؟ ده كلام يعقل ان حسام غالي يطلع يبعبع بكلمتين الخطيب يمشي؟ في حاجه مش مفهومه. وبعدين احنا بقالنا فتره بنحارب وبنتكلم وبنقاوح وزير الشباب اللي عايز يمشي الخطيب، بيعمل له قانون مخصوص. وزير الشباب بيعمل للخطيب قانون مخصوص عشان خاطر يمشيه، صح؟ مش ده كان بيتقال؟ فمن الطبيعي والمنطقي ان بعد الهجوم الجبار ده من الاعلام الاهلاوي على وزير الشباب والرياضه بسبب القانون ده و... وتسبب في ان هو يتراجع عنه، من الطبيعي والمنطقي ان الخطيب موجود لفتره كمان، صح؟ موجود لفتره كمان. قرار عدم الاستكمال اصلا، استكمال المده دي اصلا
حاجة غريبة وغير مفهومة. حد يقول لي العلاج ومش العلاج وبيتعالج ومش بيتعالج، يا باشا صباح الفل. ما هو طول عمره موجود معانا وبيطلع يتعالج وبتاع وصباح الفل والدنيا. مبيحصلش يعني الكلام ده. عمره ما جه في مرة وقال مش هستكمل. هو جه مرة في الاستاد، في الاحتفالية بتاع الاستاد، قال لك هاخد اجازة. فمش عارف بصراحة، نعمل لها فيديو لوحدي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.